بقالي كتير بفكر هل اصور حلقة زي دي واتكلم في الموضوع ده ولا لا، بس يعني خلاص بعد تفكير كتير قررت ان انا اتكلم. بس انا اتشتمت بسبب الفلوس، وللاسف اللي شتمني ده مش شخص غريب يا صديقي. اللي شتموني دول ناس من حضراتكم، ناس من اللي بيتابعونا هنا في القناة. عشان تعرف ايه اللي حصل وتفهم الدنيا اكتر وتستوعب اللي بيحصل، يبقى لازم تتابع الحلقة للنهاية. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد، معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. يعني مهما اكون زعلان ولا متضايق، بس لازم اعمل لكم المقدمه بتاعتي. يعني ما اقدرش يا صديقي اعمل لك الفيديو من غير المقدمه دي بصراحه. نخش بقى في الموضوع على طول يا صديقي عشان ما اطولش عليك. الموضوع ببساطه ان انا قررت اعمل رقم فودافون كاش وارفع الرقم هنا في القناه، واقول لكم يا جماعه اللي عايز يدعم القناه ويساعدنا ان احنا نطور من القناه ونبدا نجيب معدات جديده ونطور منها، يبعت لنا فلوس على فودافون كاش. لغايه هنا الدنيا تمام، ورفعت البوست ده على المنتدى بتاع اليوتيوب وخلاص بقى شلت الموضوع من دماغي وبدات اكمل حياتي عادي. لغايه ما بعدها بشويه فتحت يا صديقي لقيت ناس بقى نازله فيا شتيمه: انت شحات، انت متسول، طب ما تروح تعمل لك لايف على تيك توك احسن وقول للناس كبسوا، واللي يقول عني نصاب وعايز اسرق الناس واخد فلوس منهم كلام بجد يا جماعه كان جارح جدا. كلام كان فيه اتهامات خطيره ليا. انا لغايه النهارده انا مش مسامح عليها بصراحه، وبقول دايما حسبي الله ونعم الوكيل على كل حرف اتقال عني. وصاحب الحاجه دي ما يعرفش حاجه. يعني انت ولا تعرف طارق ولا قابلت طارق في الحياه ولا تعرف اي حاجه عني ولا تعرف الفلوس دي هتعمل بيها ولا تعرف اي حاجه، وبدات تشتمني وتقول عني حرامي ومتسول وشحات كلام كتير جارح. وبدات بالفعل بدات في التعليقات ارد للناس واوضح ليه فودافون كاش واحنا بنعمل ده ليه وكل حاجه. بس للاسف بقى في ناس بتغلط اكتر، وبصراحه كنت خلاص قلت يعني اللي عايز يشوفني وحش يشوفني وحش ومش هتكلم. لغايه ما شفت ان باشمهندس احمد ابو زيد، واحد عنده ما يقرب من 7 مليون متابع او 8 مليون متابع، الناس برضو بتشتمه. فقلت طب الحمد لله، يعني انا كواحد 166 الف على قدي الناس بتشتمني وزعلان، ما بالك ده عنده 7 مليون واحد، شوف ال 7 مليون فيهم كام واحد بيشتمه. فالراجل طلع برضه واتكلم ان هو اتشتم بسبب الموبايل الزراير اللي عنده. فقلت ده واحد خاف على شعبيته وطلع يتكلم علشان بينه وبين جمهوره مصداقيه، وانا بيني وبينكم يا صديقي مصداقيه. فانا ما حبيتش ان يبقى في سوء تفاهم، فقلت اطلع واقتدي بالباشمهندس احمد ابو زيد، بما اني بالمناسبه بحبه، من الناس اللي بحبهم على المستوى الشخصي جدا. وقلت اطلع دلوقتي اوضح لك ايه الحوار بتاع فودافون كاش ده، وليكم في النهايه حريه الراي وحريه ان انت تحكم عليا براحتك. بص يا صديقي، باختصار حوار فودافون كاش ده ان انا محتاج اطور شويه من القناه، اجيب معدات احسن، اجيب كاميرا احسن، اجيب لابتوب احسن، بالذات ان احنا خلاص كل يوم في زياده. فانا عايز اقدم لك يا صديقي محتوى احسن بامكانيات احسن تقدر تساعدني، وبالذات لو حبيت اصلا ان انا اجيب ناس تساعدني في الشغل ده، فانا هحتاج ان انا اديهم رواتب، وبالتالي انا محتاج دعم. فبيجي لي هنا اول اتهام يقول لي طب ما انت بتكسب من اليوتيوب كتير يا عم، طب ما تروح تصرف على نفسك، ولا هو لازم يعني تشحته؟ هقول لك يا صديقي ان للاسف في ناس كتير فاهمه ان احنا بنكسب من اليوتيوب ملايين الدولارات. الكلام ده ما بيحصلش يا صديقي، وبرده مش هكون كذاب واقول لك ان احنا بنكسب يا دوب ناكل عيش. لا، احنا بنكسب. في ناس بتكسب كويس، في ناس مش بتكسب كويس، بس بنكسب من اليوتيوب، دي حقيقه ومش هننكرها، لان لو انكرتها ابقى كذاب. لكن انا جاي لك في فيديو النهارده صديقي عشان انت صديقي ومن حقك تعرف. تعال نعتبر يا صديقي ان انا بكسب فعلا من اليوتيوب ملايين. انا بكسب مليون جنيه. هل معنى ان انا بكسب مليون جنيه ان انا راجل غني وان انا اقدر اجيب كل اللي انا نفسي فيه؟ خليني اقول لك يا صديقي ان انت لو فاكر كده يبقى انت فاهم الدنيا غلط. وللاسف لان اغلب المتابعين بتوعي هنا شباب صغير، اعدادي وثانوي وهكذا. احنا يعني يا جماعه انتوا لما هتكبروا اكتر هتعرفوا ان انتوا مش كل الحاجه اللي انتوا فاهمينها صح. زي ما انا دلوقتي عندي 22 سنه، عارف لما يبقى عندي 25 سنه هعرف ان مش كل الحاجات اللي انا كنت فاكرها وانا عندي 22 سنه صح. عشان اوضح لك الموضوع، اختصار الموضوع ده انا فهمته من كتاب اسمه الاب الغني والاب الفقير، ونصحتكم كتير تشوفوه. بكل اختصار الكتاب ده علمني ان مش الغني اللي بيقبض فلوس كتير، الغني هو اللي بيقبض فلوس وبيصرف فلوس، فاللي بيصرفه ده بيكون اقل من اللي هو كسبه. فتعالى كده نرجع لفكره ان انا بكسب مليون جنيه. لو قلنا يا صديقي ان ده فعلا حقيقه وانا بقبض مليون جنيه، هل انت تعرف انا بصرف كام؟ ما يمكن انا الالتزامات اللي عليا تساوي 2 مليون جنيه، فانا بالتالي المليون جنيه اللي انا بقبضهم مليون جنيه مش كفايه ومحتاج استلف عليهم مليون جنيه. لانك ما تعرفش حياتي، ما تعرفش التزاماتي، ما تعرفش الحاجات اللي عليا، ما تعرفش الالتزامات المطلوبه مني يا صديقي. فممكن اكون مثلا بقبض من اليوتيوب 5000 جنيه، فتيجي تقول لي طب ما تاخد ال 5000 جنيه دول يا طارق وتطور في المعدات، هات لك بقى رينج لايت حلوه ولا اشوف لك قسط كاميرا ولا اي حاجه. هاجي اقول لك يا صديقي طب وحياتي، ما انا بحتاج اكل واشرب وعليا اقساط وعليا ديون وعايز اتجوز وفي حاجات.
فانا يا دوب ال 5000 جنيه دول بيروحوا لحاجات معينه. فانا دلوقتي لو خدت مرتبي كامل اللي انا بقبضه اللي هو اصلا انا عايش منه وبدات اصرفه على المعدات، انا مش هلاقي اكل يا صديقي. فانا مع الوقت هتلاقيني مش قادر انتج لك فيديوهات لان انا مش قادر اصرف على نفسي، فهسيب اليوتيوب خالص. يبقى انا كده لو رحت حطيت كل فلوسي في كاميرات، الكاميرات دي هبلها واشرب ميتها لان مش هلاقي اكل، مش هلاقي ادفع حق حتى الكهرباء بتاعه التصوير بتاعي، ما هي الرينج لايت والحاجات دي شغاله بكهرباء. وبالتالي يا صديقي انا المكاسب اللي بكسبها بعيش بيها، بدفع فيها اقساط، بعيش بيها، عليا التزامات، الحاجات دي كلها. في نفس الوقت انا عايز اطور من محتواي على اليوتيوب، فساعتها عملت زي صناع محتوى كتير يا صديقي، اللي هو احنا بنفتح باب للدعم بيوصل لنا منه مبالغ. نقول مثلا انت بعت 1000 جنيه، ال 1000 جنيه دي هحط عليها من جيبي برضو 1000 جنيه زيها، لان انا في الاول والاخر انا المستفيد الاول. عشان برضو اكون صريح معاك، زي ما انت هتتبسط ان انت شايف محتوى احسن، انا هتبسط ان انا بديك محتوى احسن. فانت تدفع 1000 جنيه على ال 1000 جنيه اللي معايا، فيبقى معانا 2000 جنيه نقدر نجيب بيهم حاجه. لكن انا لوحدي ما كنتش هقدر اعمل ده، لان زي ما قلت لك 1000 مره في الفيديو ده، مش عارف دي المره كام، انا عندي التزامات تانية بصرف فيها فلوسي. فلقيت ناس مثلا بتيجي تقول لي طب ما تعمل زي صناع المحتوى، ما انت عندك واحد. ده فعلا والله العظيم التعليق ده اتقال، بس انا مسحته عشان انا حبيت امسح كل التعليقات السلبيه علشان ما افكرش فيها كتير ونفسيتي تتعب. بس في واحده قالت لي ما تعمل زي باشمهندس احمد ابو زيد، الراجل محترم وبيعمل معدات كتير وعنده كاميرات، وكانت بتردح لي حرفيا، وعنده موبايلات وعمرنا ما شفناه طلع يشحت زيك. فانا دخلت قلت لها على فكره الكلام ده غلط، واولا هي مش شحاته، وباشمهندس احمد ابو زيد صاحب قناه الدروس اونلاين اللي انت قلتيه ادخلي على البيج بتاعته هتلاقي انه باشمهندس احمد ابو زيد سايب لينك باتريون ده بتلم عليه تبرعات، لان الراجل بياخد برده الحاجات اللي بتجيله على باتريون دي ويبدا يجيب بيها المعدات ويطور الشغل بتاعه. فلقيتها لما اتحرجت وعرفت ان المثال اللي هي جابته اللي هو باشمهندس احمد ابو زيد برضه بيعمل زي، قالت بس هو على الاقل بياخد الفلوس دي يجيب بها معدات. اللي هو نعم ما انا بقول نفس الكلام يا وليه، في ايه؟ ما انا بقول ان انا هاخد الفلوس دي عشان اجيب بيها معدات. فلقيتها بدل ما ترد عليا بالحكمه والمنطق زي ما انا لغايه دلوقتي مطول بالي وبكلمها بالحكمه والمنطق، طلعت تقول لي طب بطل نصب، طب رد عليا بالعقل. انا قلت لي انت قلت لي ان هو مش بيعمل كده، انا اثبتت لك ان هو بيعمل كده وان ده مش غلط. جيتي قلت لي طب ما هو بيعمل ده في المعدات، قلت لك طب ما انا هعمل ده في المعدات، قامت سايبه كل المنطق والحاجات الكويسه وقامت شتماني. فانا يا صديقي علشان احسم الموضوع ده واحسم التعليقات السلبيه اللي لغايه دلوقتي لسه بتيجي وبتضايقني بجد، لان بتبقى تعليقات قاسيه جدا. الموضوع باختصار زي ما انا قلت لكم، انا بقبض فلوس فعلا، بس ده شغلي اكل عيشي، فانا بصرفه على اكل عيشي، عندي التزامات، عندي حياه بصرف عليها، فبالتالي ما اقدرش اوفر منها مبالغ كبيره اقدر اجيب منها الكاميرات والمعدات والحاجات دي. وعشان كده لجأت ان انا اعمل رقم فودافون كاش، وانا مش بغصب حد ومش بضرب حد على ايده ان هو بعت لي فلوس او اعمل لي كذا. اللي بيحب يساعدنا بيساعدنا، واللي ما بيحبش عادي خالص. وعلى فكره لغايه دلوقتي كل اللي اتبعت لي على فودافون كاش 30 جنيه بالحرف، والله العظيم ما وصلنا عليه غير 30 جنيه، وانا مش زعلان، بالعكس انا كنت مبسوط جدا 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 ان في ناس فعلا حابه تساعدنا وبعت لنا الفلوس دي. ال 30 جنيه حرفيا ما تعملش حاجه، بس فرحتني جدا يا صديقي. وحتى لو لغايه النهارده ما اتبعتليش خالص بعدها غير ال 30 جنيه دول، انا مبسوط. وانا مع الوقت هحاول ان انا اطور من الشغل بتاعي وان انا اجيب الكاميرات واجيب المعدات حتى لو ما جاليش الدعم الكفايه لده. لكن انا في الاول والاخر انا بحب الشغل ده، فانا عايز اطوره. بس الفكره ان انا كان نفسي افتح باب التبرعات عشان نسرع من الموضوع شويه، بدل ما اعتمد بس على نفسي فيبقى الموضوع بطيء، بسبب ان فلوسي زي ما بقول لك بتروح على التزامات تانية. فانا مش نصاب ومش شحات ومش كل الكلام اللي اتقال ده يا صديقي. مش نصاب لان مش هاخد الفلوس دي احطها في جيبي واروح اصيف بيها في الساحل الشمالي. ومش شحات لان انا مش جاي اقول لك لله، انا جاي اقول لك تعالى نطور محتوى انت اول واحد بتستفيد بيه يا صديقي. انا بحاول اقدم لك ده ببلاش. فلو انا واحد نصاب كان ممكن اجي اديك طرف المعلومه واجي اقول لك لو انتوا عايزين بقى المعلومه كامله تعالوا خدوا عندي كورس. وعلى فكره ده برده مش غلط، في ناس بتعمل كده وده تسويق عادي جدا للشغل بتاعه، بس كان ممكن اجي اديك كورس اي كلام وانا حد مش متخصص واخد منك دم قلبك وساعتها كنت هتبقى مبسوط. لكن انا لست هذا الشخص يا صديقي. ففي نهايه الفيديو عايز اقول بطلوا تحكموا على الناس، بطل تكتب تعليق كده وتطلع تجري وانت مش عامل حسابك هو التعليق ده ممكن ياثر على الشخص اللي قرأه ازاي. ما تبقاش ورا الشاشه انسان جبان فداخل تشتم وداخل تسب، وانت لو شفتني في الشارع ما تقدرش تقول لي ربع الكلام ده. هتقول لي لا اقدر على فكره واقدر امسكك واعمل لك ماشي يا عم انت جامد جدا ومفيش منك اتنين، بس اعرف ان في ربنا، واعرف ان كسر خاطر اللي انت كسرته ده ربنا هيحاسبك عليه جامد جدا. لان انا فعلا مش مسامح كل واحد غلط فيا او شتمني او قال عني كلمه سيئه. بس برضو لطيف ان انا لقيت تعليقات كتير جدا 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 بتشكر فيا، بتحاول تبرر لي، بتحاول تبرر للناس، بتحاول تقف جنبي، بتحاول تدعمني بكلام حلو. فشكرا لكل الناس اللي كتبت لي كلام لطيف وكلام يخفف عني، انتوا بجد 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 مكسبي الحقيقي. وعارف ان انا لو شتمني 10 20 30 50 واحد فانا عارف ان القناه فيها 100 و200 و300 واحد بيحبوني،
فشكرا لكل واحد بيحبني بصدق، لان هو صديقي وانا صديقه، لان انا بعزه وهو بيعزني، وكل واحد مستحملني رغم ان انا ممكن اكون مقصر معاكم في حلقات، ممكن يبقى عندي ضغط رسائل ارد عليكم ببطء، بس المحبه بيننا بتفضل مشتركه يا صديقي. فشكرا لكل صديق ليا هنا بجد. وبس كده يا صديقي، ده يكون محتوى حلقتنا لغايه النهارده. ما تنساش تنزل تعمل لي لايك وتعمل لي سبسكرايب، ورقم فودافون كاش موجود تحت للي حابب يدعم. لو مش حابب تدعم، كفايه تقول لي بس كلمه طيبه تحت في التعليقات، دي عندي بالدنيا وما فيها يا صديقي. وربنا يجازي كل واحد على نيته. في نهايه الفيديو كان معاكم طارق صادق، وبس كده انتهى الفيديو بتاع النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.